دخلها تتخبز على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 30-35 دقيقة. بتطلع من الفرن بالشكل ده، هتتسقي وهي سخنة كوبايتين من الحليب، وبعدين بدخلها التلاجة ترتاح وتتماسك شوية. على ما احضر الكريمه بتاعتي بقى، ممكن اظرف كريم شانتيه جاهزه، ممكن كريم شانتيه خام، ممكن كريمه لباني. انا مكست ما بين الكريمه وظرف كريم شانتيه، وحطيت معلقه من الحليب المكثف المحلى ضربتهم معاهم، ده عشان الكريمه بتاعتي ما كانتش محلاه، فحطيت حليب مكثف محلى بيدي طعم حلو قوي، طعم كرمله كده للكريمه. هوزع الكريمة كويس جدا على الكيك بعد ما طلعتها من التلاجة. ممكن نعمل اي شكل زخرفي بالكريمة من فوق كده، وممكن نسيبها سادة زي ما هي عادي خالص، وبعدين هتدخل التلاجة تاني تتماسك لمدة ساعتين. في براندات حطوها على الرز بلبن وكان طعمها رائع بالنسبة لي، فعملت اطباق صغيرة من الرز بلبن قبلها بيوم وحطيتها في التلاجة تتماسك. هبدأ أقيس حجم الطبق بتاعي. أهم حاجة وأنا بقيس الحجم الطول والعرض، بسيب 2 سنتي في الطول و2 سنتي في العرض، عشان قطعة الكيك بتكون في نص الطبق تقريبا. ده الشكل الحلو والمميز ليها. قطعة الكيك بتاعتي رغم انها جوسي جدا ومليانة حليب مسقية كويس قوي، إلا انها ماسكة نفسها كويس جدا. قدرت اشيلها بكل سهولة واحطها على الرز بلبن في الطبق بتاعي. تقدروا تقللوا كمية الحليب اللي مسقية بيها لو حابين، عادي جدا، هي كلها اختيارات واذواق. قطعة الكيك بالنسبة لي كده سمكها حلو قوي. هنبدأ بقى نحط فليفرز مختلفة فوق. انا عملت واحدة بالكراميل، دي زي التريليتشا بالظبط، زي كيكة الحليب التركية، وشوية الكريمة المبقيين عندي. هعمل خطوط على الوش كده زغرفة، هديها الشكل الاصلي بتاعها. هي تتاكل ساده كده بدون اي اضافات، بس احنا حابين نديها شويه اشكال حلو. اي فواكه متاحه عندنا نقدر نضيفها على الوش برضو، ودي خفيفه ولطيفه جدا. نقدر كمان نحط عليها لوتس. انا كان عندي لوتس كرانشي يعني بالبسكوت اصلا، سيحت شويه وحطيتهم على الوش. دي ساده خالص، نقدر نحط عليها رشه فستق كده بسيطه، واي زغرفه بالكريمه بتاعتنا. عملت دي بالمكسرات، اي انواع مكسرات مفضله بالنسبه لكم، ودي فضلت اسيبها ساده كده، شكلها لطيف وطعمها حلو قوي. بندخلها التلاجة قبل التقديم وبتتقدم باردة، وحقيقي من أجمل الوصفات اللي لازم تجربوها. تعالوا شوفوا بقى قوام الكيك وقد ايه شارب من الحليب كويس قوي ومتماسك. طلعت معايا 9 قطع كاملين، والأطراف اللي باقية اللي كانت باقية من بعد القياس حطيت كل طرفين في طبق واحد، عملوا قطعة على بعضهم. أنا كده